طيب، من القاهرة الأستاذ محمد منير الكاتب الصحفي. أستاذ محمد، مرحبا بك. مرحبا بك، أهلا وسهلا. أهلا بك يا أستاذ محمد. أستاذ محمد، يعني قانون الطوارئ بينص على تولي قوات الأمن والقوات المسلحة تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية، ويكون التنفيذ للضباط وضباط الصف. ألا يعني هذا حكم عسكري كامل؟ هو مفيش حكم عسكري كامل ومفيش نقص، هو حكم عسكري حكم عسكري وهو حكم عسكري. يعني مفيش ناقص ولا كامل، ومفيش طوارئ ولا مش طوارئ. أنا أقصد يعني عسكرة الدولة بشكل كامل يعني. ما هو حضرتك مفيش عسكرة في نص، مفيش نص عسكرة، هي متعسكرة، هي الدولة متعسكرة. وعندما حاولت أن تخرج من العسكرة في 25 يناير تمت المؤامرة الكبرى اللي اتكلمنا عليها كتير قبل كده. نعم. ومن الدولة العميقة ومخابراتها والترتيبات والوقيعة بين القوى السياسية والأخطاء التي وقعت فيها كل الاتجاهات السياسية، إلى أن أعيد العسكر مرة أخرى للحكم. أنا طبعا لا أتحدث عن الجيش، أنا أتحدث عن حكم العسكر. أعيد العسكر مرة أخرى إلى الحكم. إذا هي متعسكرة. أصل الطوارئ دي أداة بيتلعب بها لحاجة مؤقتة أو لحسبة لحظية، ولكن لا أستطيع أن أقول أن الطوارئ أضافت جديد لمقومات الحكم العسكري. إيه هي الحسبة اللي فرضت من أجلها الطوارئ من وجهة نظرك؟ يعني هي حسبة الطوارئ. شوف، هو فعل كل ما يتيح له تتيح لها حالة الطوارئ أو قانون الطوارئ أو الأحكام العرفية قبل أن يعلن حالة الطوارئ. يعني ليس ما عندوش ما يفعله جديد الآن. طب ليه يفرض حالة الطوارئ لما هو ما عندوش جديد وهو عمل كل حاجة قبل ما يفرض الطوارئ؟ ليه يفرض الطوارئ؟ هناك حسبة أخرى قد شوف أنا بقول لحضرتك قد، لأن أنا ما زلت أفكر في الموضوع. قد تكون حسبة دولية أنه يريد أن يستخدم الطوارئ في إعلان قرار دولي ما تحت اسم حماية الوطن والاستعانة بالقوى الخارجية. إيه هو الخارجية. القرار الدولي؟ يعني فرط في تيران وصنافير مثلا في إطار قانون الطوارئ؟ والله تيران وصنافير سلمها قبل قانون الطوارئ، لكن يعني ايه هو القرار الدولي مثلا المتوقع اللي حضرتك بتفكر فيه؟ يعني مش عارف سيناريو، يعني شيء مثلا نتخيل انه اراد للحظه يعني مثلا يعلن ان سيناء مثلا هتخش ضمن مناطق عمليات التحالف الدولي ضد داعش مثلا. ممكن حاجات كتير، وممكن ان هو يسمح لدوله انها تتخذ مصر كقاعده عسكريه لاي عمليه من العمليات لحمايه مصر من هؤلاء الذين يدعمون الارهاب. ده وارد. احنا دخلنا في حاله جنان. يعني وارد ان هو يبقى في قواعد عسكريه اجنبيه في مصر، السيسي دخل في اطارها قوات اجنبيه بدعوى محاربه الارهاب مثلا. كل الاحتمالات وارده في حاله التخوين وفي حاله الارهاب اللي احنا عايشين فيها. اما ان الطوارئ لها علاقه بالازمه الاقتصاديه او مسببه للازمه الاقتصاديه او منقذه للازمه الاقتصاديه، هذا محض هراء، يعني لانه لا هي مسببه للازمه الاقتصاديه، فحالة التردي مستمرة بنفس معدلها، بل بتزيد يوم عن يوم. ولو عاوز مشاهد من الشارع اقول لك مشاهد من الشارع. قول. وفي نفس الوقت فندم قول حضرتك اتفضل اي مشاهد. يعني انا هقول لحضرتك، يعني نخرج شويه عن حوارات الاقتصاديين والمثقفين ودعنا نتحدث بالبلدي والبساط احمدي. نتكلم بالبلدي. ماشي. يعني انا النهارده كنت نازل الظهر كده انا وصديق ليا ناكل كشري، وانت مصري وتعلم انها اكله الفقراء في مصر. نعم. وطبعا احنا بنكررها 7 مرات في ال7 ايام في الاسبوع، ما علينا. وانا نفس الوجبه دي كنت باكلها من شهرين انا ونفس الصديق، فاكتشفنا ان السعر اصبح 3 أضعاف اللي حصل من شهرين. 3 أضعاف في شهرين؟ 3 أضعاف بالظبط. يعني على بلاطه او 2.5 مرات الطبق المميز ابو 10 جنيه بقى ب25 جنيه. طبق الغلابه ابو 5 جنيه ما بقاش موجود، بقى اول طبق كشري ب15 جنيه. دي اكله الفقراء الغلابه. ده الطبق الصغير. فندم؟ ده الطبق الصغير ب 15 جنيه. الصغير. الوسط بكام بقى والكبير بكام؟ انت عاوز بقى تاخد اديك القايمه وما عينيا الاثنين.
يعني 15 20 25 ما فيش حاجه اقل من كده في المحل اللي انا دخلته وكنت بخشه قبل كده. لكن ده الموجود. لما بناقش الراجل اللي بيبيع لي، اقسم بالله حضرتك كاد يبكي واقسم لي انه وقف بنته عن الجامعه في السنه الاخيره لانه مش قادر يجيب لها بقيه الكتب. ده الراجل واعتقد انه كان صادقا من نبره صوته ومن دموعه اللي انا شفتها. طيب الحاله اللي بتكلمني بيها، يعني انا ماليش دعوه على الاقتصاديين بيفسروا ده ازاي. يعني كيف سيحل؟ ما هو اللي حضرتك بتتكلم فيه ده انعكاس على، هو اقتصاد من الاول والاخر، يعني هو انعكاس على المواطن المصري في اكل عيشه وفي حياته، فهو اقتصاد في النهايه. طيب هو في ناس بتقول يعني يعني هيضيف ايه الطوارئ يعني، او ماذا يعني تطبيق الطوارئ في ظل الدستور الحالي، وايه الفرق بين الطوارئ بتاعت السيسي والطوارئ بتاعت مبارك؟ يعني ما هي دي طوارئ ودي طوارئ. لا، هم كلهم كانوا لخدمه اغراض سياسيه. طبعا هي طوارئ مبارك جت عقب اغتيال السادات الذي جاء مصادفه بعد حملات سبتمبر، وكان السادات تصور او تخيل ان بعد حمله سبتمبر التي اعتقل فيها القوى السياسيه من اقصى يمينها لاقصى يسارها وفي كل الاتجاهات، تصور ان الامن استتب وأن الأمر استقر ليه، فرفع حالة الطوارئ اللي كانت ممتدة في مصر، وبعدها بعدة شهور تم اغتيال السادات. مبارك كان بالنسبة له ده نذير شؤم، أو يعني كان درس أن تخيل أن الطوارئ بتحمي، قوانين الاستثنائية بتحمي، فأعاد الطوارئ مرة أخرى وظلت مستمرة حتى. طيب أستاذ محمد، خلينا نكون أكثر صراحة ووضوحا. السيسي لما جه قال أنا جاي عشان أحارب الإرهاب المحتمل، حتى الآن تحول هذا الإرهاب المحتمل إلى واقع موجود على الأرض بيشوفه المصريين أو بنشوفه كلنا كل يوم. لماذا فشل السيسي في القضاء على الإرهاب المحتمل الذي تحول إلى حقيقة وواقع؟ هو فشل السيسي في القضاء على الإرهاب المحتمل اللي هو ألحق حربه، لأن حقيقة الأمر كان كاذبا، ما كانش غرضه محاربة الإرهاب. كان غرضه إيه؟ كان غرضه الحفاظ على الدولة العسكرية مرة أخرى في إطار خطة بدأت وامتدت منذ لحظة ثورة 25/11 وإعلان تنحي أو خلع مبارك. كان الاتفاق على كده. دي خطة منظمة. لو انت حضرتك درست التاريخ بتسلسله في الفترة ديت هتجد ان الموضوع كان لابد ان يقول الى ما قال عليه من عودة العسكر مرة اخرى بشكل او باخر. حتى انا عاوز اقول لحضرتك يعني توقعاتي، ده حتى لو فرض ان الانهيار زاد وكان هناك بد من تغيير هذا النظام لمواجهه الاختيار والتجميل وجهه، سيتغير ايضا في اطار عسكري طالما لا توجد قوه سياسيه مسيطره، او طالما القوه السياسيه في الشارع المصري متناحره ومتقاتله. طب أستاذ محمد، السيسي على خلفية تفجير الكنيستين الأسبوع اللي فات في اسكندرية وفي الغربية قال إحنا نجحنا في مواجهة الإرهاب في سيناء، لذلك الإرهاب اتنقل جه القاهرة وجه باقي المحافظات وهيروح لكم في حتت كتير. كيف ترى هذا الكلام؟ والله ده فكرني ببنتي لما راحت جابت 2 من 20، قلت لها 2 من 20، قالت لي احمد ربنا لما جبت الصفر. يعني الراجل بيتحدث إليك لك في لحظة إرهاب، وفي لحظة تفجير كنيسة، وفي لحظة بلا أزرق حصلة، وفي لحظة قتل مدنيين في وسط المدينة التي هي المفروض أن هي بطن المدينة، بؤرة الدولة، في العاصمة أو بجانب العاصمة، آسف، يعني من المحافظات الكبرى، وفي وسط مدنيين. وبعدين نيجي نقول انه بيقول نجحنا في القضاء على الارهاب. يا اخي، نجحت القضاء على الارهاب في سيناء فين؟ ده واحد، ده ما حصلش. وين حصل؟ انت قضيت على الارهاب في سيناء عشان تجيبوا طنطا؟ ما هو ده يعني كلام يعني مش يعني ما تخليش اقول بقى توصيف ليه يعني يضعني تحت طائله القانون. طيب خليني برضو يعني تفسر بايه السرعه اللي صدر بها قانون الطوارئ والسرعة اللي تشكل بها المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف بعد الحادثتين مباشرة؟ هل في تفسير لهذه السرعة؟
لا هي مش سرعه، هو في هيئه اباطره عليا قاعده بتخطط لخطوات واحتمالات وبدائل يعني ممكن يكون التخطيط ده سابق للتفجير، يعني ممكن يكون الحاجات دي جاهزه يعني. هو احد السيناريوهات، هو ممكن يكون حاطط اكتر من سيناريو، هو احد سيناريو. وبعدين يعني انا برضه عاوز اضيف لك، هو اصل القضيه عنده برضه مش عوامل داخليه فقط، هو عنده برضه مشاكل خارجيه في تحالفاته المريبه اللي عمال يتنطط من الشرق والغرب دون اي درايه سياسيه او دون اي مخطط سياسي. يعني هو الراجل يعني كان زي ما قلنا قبل كده، يعني ده راجل فاتح المنديل وبيلف على بلاد العالم، وبالتالي يعني بيحسب تحالفاته حسب العطايا اللي عماله المحتمله اللي عماله تحصل له في كل بلد، وبالتالي كل تحالفاته. والعطايا دي في مقابل ايه؟ يا فندم؟ العطايا دي في مقابل ايه؟ ما هو طبعا هو والله شوف، هو الراجل برضه يعني فاتح المنديل ورامي بياضه لما يشوف اللي قبل كده. ما هو في جزيرتين راحوا، وفي مواقف وفي انحيازات دوليه في صراع محتمل جديد، اظن انت متابع الصراعات الدوليه، محتمل جديد. نعم. بين الشرق والغرب مره اخرى. فالراجل يعني بيرمي بياضه لهذه الصراعات الدوليه. خلينا نرجع للاقتصاد بقى. سؤال اخير يا استاذ محمد، كيف ترى اثر الطوارئ على السياحه وعلى تصنيف مصر لدى وكالات التصنيف الدوليه؟ انا يعني قلت رايي في هذا الموضوع من قبل. السياحه في مصر مضاره ليس بسبب الطوارئ. الطوارئ تحصيل حاصل وتتويج لازمه حادثه بالفعل. السياحه مضروبه في مصر او منهاره في مصر لعدة عوامل، منها أو عامل الكبير منها عدم استقرار الأمن، وفي نفس الوقت فشل هذه الدولة في إدارة السياحة، لأن إدارة السياحة بتتطلب حالة من حالات الرقي والفهم لمعنى السياحة، لكن احنا بندير السياحة بواسطة مؤسسات فاشلة لا تستطيع أن تقدم جذب للسياح وتستثمر كل المنشآت السياحية اللي موجودة فيها. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد منير الكاتب الصحفي، كنت معي عبر سكايب من القاهرة. أشكرك شكرا جزيلا.